السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا خير، وحشتوني كتير وكمان بحبكم كتير في الله. النهاردة يوم جديد بفناجين جديدة وابراج جديدة. النهاردة 8/3 فنجان الجديد وحصري على القناة على صفحة الفيس يا برج الدلو. ارجو منك لو لسه ما اشتركتش تشترك عشان تكون من ضمن اسرتنا، اسرة ام مازن في عالم الروحانيات، وكمان عشان يوصلك كل اشعار بكل فنجان ليك انا بنزله. لو قدرت كمان ان انت تعمل شير او مشاركة لفنجان في اي جروب انت تعرفه يبقى كتر الف خيرك، ساعدني على النشر، وما تنساش اللايك، وصلى على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام، واتمنى لنفسك الخير باذن الله تلاقيه. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. توكل على الله الحي القيوم. في حد في بيتك مديك ظهره او انت اللي مدي ظهرك؟ يعني هنشوف بقى الدنيا الجميلة بتاعتكم دي. طيب بصوا بقى يا برج الدلو، مبدئيا كده من الواضح ان انت الفترة دي تعبان قوي 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 بجد والله. انت مضغوط. بص، كل تفكيرك وضغط نفسك في التفكير عشان انت بتفكر في الفلوس، بتفكر في الماديات، لان وضعك من الواضح فيه لخبطة معاك الفترة دي. فشايفاك على العموم انت في طاقة انتظار لفلوس ان هي تجيلك، او مقرر ان انت تعمل شيء لنفسك بحيث ان انت تدخل لنفسك دخل كويس عشان ظروفك تتحسن. شايفة كمان ان في ناس منكم مقررين ان هم يبيعوا شيء عندهم لان هم محتاجين لفلوس، فانت عايز توفر لنفسك او تجيب لنفسك فلوس باي طريقة زي ما قلت لك. وشايفاك يعني عايز تحسم امورك المادية على العموم يعني. فاحب اقول لك طمن نفسك كده، انت عندك هنا طاقة رزق شفتها لك جميلة، فبالفعل انت في فلوس هتمسكها بايدك الفترة دي. انت الفترة دي اساسا ربنا يصلح حالك، انا شايفة ان في انفراجة هتكون عندك، بس خلي بالك لان انت متعرض لخسارات. انت اولا عليك حمل، عليك مسؤولية زيادة عن اللزوم، وعشان كده انت مضغوط، فخلي بالك. فممكن بسبب الحمل او المسؤولية اللي عليك دي يعني ايه تتسرع في امر او في خطوة تاخدها تكون هي غلط عليك، تعرضك لخسارة. انا عايزة اقول لك كده ماشي. فانت خلي بالك انت متعرض لنصب، متعرض لاستغلال، متعرض لسرقة، فخليك حذر حذر، وخلي بالك على فلوسك، وخلي بالك كمان على حاجتك الشخصية، على اوراقك، على دهبك، على حاجتك في قلب بيتك، على يعني خلي بالك قوي على مادياتك، وخلي بالك كمان على مصاريفك. بلاش تسلف حد فلوس الفترة دي ولا تستلف من حد فلوس ماشي. ولو عايز تشتري حاجة أجل يعني المشتريات دي لفترة يعني قدام، مش دلوقتي. لو شفت لك في الفنجان ان هو صالح ليك ان انت تشتري شيء، لا لا مش صالح، مش صالح بجد. وقت ما يبقى صالح هقولك. انا مش شايفة انه صالح الفترة دي ان انت تطلع فلوس خالص خالص في اي مكان. بلاش استعجال في اي شيء او في اي امر انت عايز تقوم بيه يا برج الدلو، لان انا شايفة بعض الطاقات عندكم استعجال في حاجة معينة كده عايزين تعملوها بسرعة، فبلاش بلاش تستعجلوا. انت في طاقة انتظار ممكن برضو تكون لشخص على فكرة، يعني يرجع لك فلوس ماشي، او لشغل او لقضية او لحكم محكمة. انتم في طاقة انتظار لحاجات كتير. عامة انت عندك قضية شغلاك قوي قوي الفترة دي، او ممكن تكون متأجلة معاك فهي عاملة لك بقى توتر القضية دي. بس انا شايفة ان القضية دي الفترة اللي جاية بإذن الله هتمشي معاك وهتكون لصالحك وهيكون عندك نصرة فيها بإذن الله. بعض الطاقات بس اللي انا شايفاهم دول عزاب، شايفاكم متعلقين بشخص نرجسي، انتم في علاقة معاه، بس بصراحة شايفة الشخص ده معاك في العلاقة معذبك. الشخص ده بمزاجه بيقرب وبيبعد بمزاجه، علاقتك بيه اون اوف بمعنى اصح، بس انت بتحبه برضو. يعني هو في كل الصفات اللي مش كويسة، وشايفاك انت متعلق بيه، وشايفاك ان انت بتحبه للأسف، ومش عارفة انت مستمر معاه ليه يا برج الدلو. الشخص ده هو مش عايز يعرفك مصير العلاقة، فانا شايفاك تعبان تعبان قوي معايا بصراحة. بص يا برج الدلو،
حاول ان انت تحسم معاه العلاقة وتتكلم معاه، لان الموضوع كده فيه تعب نفسي ليك، وخطوات الشخص ده معاك كمان بطيئة، ووعوده كمان ما وفاش بيها من الواضح يعني. فخلي بالكم من نفسيكم، حاولوا ان انتم تقعدوا معاه، حاولوا ان انتم تتكلموا معاه، لا اما تكملوا في العلاقه دي لا اما تنهيها. وبقول لكم ليه كده؟ لان في شخص جديد هيدخل حياتكم، وعلى فكره الشخص ده هيكون كويس جدا جدا جدا، وانت هتكون مرتاح معاه وهتحب الشخص ده على فكره، والشخص ده هيكون فيه مميزات حلوه كتير. فخلي بالك، خلي بالك، بص ما تحطش نفسك في حيرة. اصل في ناس منكم ممكن يكون الشخص الجديد بالفعل دخل في حياتكم، وانتم معاكم الشخص اللي انتم متعلقين بيه ده اللي معذبكم، بالذات المرأة منكم، فممكن تكونوا الفترة دي تكونوا في حيرة ما بين الشخصين. فما تحطوش نفسيكم في حيرة واحسموا امركم. انه العلاقة التانية، العلاقة التانية انا مش شايفاها حلوة لكم بصراحة. خليكم مع الشخص الجديد احسن ليكم. في شخص قريب منك شايفاك هتقعد معاه قعدة صفا كده وقعدة حلوة كده، هتقعدوا مع بعض، ممكن تكونوا كنتوا بعيد عن بعض الفترة اللي فاتت، فهتقعدوا مع بعض وهتتكلموا مع بعض، ويمكن انت تستشيروا في شيء او تاخد بشورته في شيء. فشايفاكم يعني ايه، انتم ستر وغطا كده على بعض. ففي ناس بتدعمك، عايزه اقول لك كده يا برج الدلو بمعنى اصح، سواء بتدعمك بفكره او لو احتجت فلوس هتلاقي ناس بتقف جنبك على فكره. في طريق سفر مفتوح ليكم على فكره، وفي ناس عندها رجوع من سفر. وعلى فكره انت محتاج ان انت تغير جو، انت محتاج ان انت يعني تغير الطاقة السلبية اللي فيك يا برج الدلو، لان بعض الطاقات من الواضح ان انتم عندكم طاقة سلبية مسكاكم. الطاقة السلبية حسد، الطاقة السلبية طاقة سحر قديمة عندكم، الطاقة السلبية من ناس سلبية حواليك تعبوك وقرفوك وبص طلعوا عينك، بس انت يعني جبت اخرك، انت جبت اخرك من ناس كتير. على العموم انا شايفاك الفترة دي انت مقرر تبعد عن اشخاص كتير اكتشفت حقيقتهم، واكتشفت انهم بوشين بيتكلموا عليك، ويمكن كمان حصل ما بينكم مشاكل، حصل ما بينكم مواجهات. فعلى العموم انا شايفاك انت هتطلع الناس دي بره حياتك، لانهم عبارة عن طاقة سلبية ومش هتكمل معاهم. وشايفاك كده يعني هتبقى يعني في حالك كده مع نفسك. شايفاك كمان انت انت اكتشفت ان هم بيحاربوك في شيء ولا ايه حكاية؟ يعني المواجهة اللي انتم حصلت ما بينكم دي، هم حاربوك في شيء او وقفوا قدامك في شيء على فكرة، في شيء انت كنت عايز تعمله، فانت اكتشفت نيتهم من الواضح كده. على العموم ربنا بيحبك، عشان كده كشف لك ناس كتير حواليك. فغير جو، انا عايزاك تغير جو، اهم حاجه. في صديق معاك، صديق مقرب، وهو ده اللي انت بتستشيره، ممكن هتاخده وتطلعوا رحله مع بعض او سفريه مع بعض، هتمشوا في طريق مع بعض او هتروحوا تشتروا حاجات مع بعض، فمودك عامه هيتغير. ماشي. بعض الطاقات منكم خلي بالكم، بالذات الناس اللي في علاقه في السر على فكره، سواء انت رجل او مرأة، خلي بالكم عشان انتم معاكم شخص متلاعب. الشخص اللي معاكم في السر ومش عايز يبين العلاقة للعلن او يظهرها في النور، الشخص ده متلاعب وبيضحك عليك، ممكن يكون بيستغلك في شيء يا برج الدلو. فاحذر يا برج الدلو، وخليك حذر معاه قوي قوي قوي، وانهي العلاقة دي، انهي، عشان انت كده بتستغل. يعني انا عايزة اقول لك كده، الطاقات اللي بتشتغل خليكم حذرين، خليكم حذرين، لان من الواضح كده ان في ناس في قلب شغلك واقفين لك على غلطة. الناس دي بتراقبك، الناس نيتها ليك مش كويسة عامة، فخلي بالك. ها، عشان ايه؟ انا شايفاهم مركزين معاك قوي. انت مركز في شغلك الفترة دي، واهم حاجة هو شغلك، وشايفاك كمان بتعمل خير في قلب شغلك مع ناس حواليك كتير، وبتساعد ناس وبتدعم ناس، وانت مثال كويس في قلب شغلك. بس في ناس كتير ما تستاهلش المساعدة، فخليك حذر. ده في ناس يعني انت بتساعدهم وهتتفاجئ بنيتهم ان هم دول اللي بيأذوك، وهم دول اللي بيخربوا عليك شغلك وبيخربوا عليك حياتك. فخلي بالك، خلي بالك. في شغل جديد هتخشوه على فكرة، بعض الطاقات منكم في شغل جديد هيخشوه، او ممكن هيسيبوا شغلهم يروحوا الشغل الجديد ده، او يمكن تشتغلوا الشغلانتين دول مع بعض. شايفة كمان ان في مكالمة هتجيلك بخصوص الشغل الجديد ده بإذن الله، فالمكالمة دي هتفرحك قوي. خلي بالك، ارجع واقول في قلب شغلك في حاجة
يعني هتفرحك في منصب جديد، في ترقية، ممكن زيادة هتاخدها، ممكن مسؤول هيقدرك بكلام، ففي ناس الغل جواها يمسكها، في حقد جواها يمسكها، في غيرة هتأذيك. فخلي بالك انت انا مش عارفه اقول لك ايه، بس ده اللي انا شايفاه لك. فلازم تكون حذر قوي، انت هتتقوقع على نفسك يوم ما تتأذي يا برج الدلو قوقعه. فخلي بالك، حصن نفسك من الحسد الشديد عشان ما أثر على صحتك برضو، لان في ناس كتير منكم من الواضح ان انتم تعبانين الفترة دي. في حاجة انت عايز تعملها الفترة دي ومصمم عليها، عايز تاخد فيها قرار او عايز تاخد فيها خطوة. ممكن تكون عايز تشتري حاجة كمان يا برج الدلو. الحاجة دي انت مصمم ان انت تشتريها، وممكن ما يكونش معاك فلوس، فممكن ان انت آه، تتحط في وضع ان انت تاخد قرض، فالقرض ده مش كويس عشانك. تتحط في وضع ان انت تستلف فيبقى عليك ديون، فهتكون على طول في قلق وتوتر عشان خاطر الحاجة دي تعملها. فانت شايف ان الحاجة دي هي يعني مستقبلا هي حلوة، هي حلوة، فعشان كده هي شغلك قوي. بس ممكن انت تضغط على نفسك ضغطة انت مش قديها في ان انت تستلف او تاخد قرض، او تضطر ان انت تبيع حاجات تانية عشان خاطر الحاجة دي. فخلي بالك عامة، خلي بالك كمان من امضاءاتك الفترة دي. بالنسبة للمنفصلين، في شخص في العلاقة عايز يسيطر، سواء انت او الشخص اللي انت انفصلت عنه. عايز يسيطر من الواضح كده، عايز يسيطر عليك وشايفة كمان ان انتم سبتوا بعض عشان خاطر كان في طرف تالت. على فكرة هو السبب، هو اللي كان بيوقع ما بينكم من الواضح كده، او ممكن الشريك عارف عليك شخص فمشي وبعد. فعلى العموم خلي بالك، خلي بالك ما تغلطش الغلطة دي تاني وترجع للشخص ده بالطرف التالت، لان الشخص ده انا شايفة ان هو لسه معاه الطرف التالت. فخلي بالك، لان انا شايفة ان هو هياخد خطوة ناحيتك وهيكون عايز يرجع لك، وهو اللي هيبدأ معاك. على فكرة هو بقول لك هياخد خطوة ناحيتك. ف يعني لو انت عايز ترجع له لازم تكون متأكد ان الطرف الثالث مش موجود، ولازم تحط معاه كمان النقط على الحروف، ماشي؟ لان هو يعني على قد كده انا شايفة ان هو شخص ما كانش يعني كويس معاك على فكرة. فخلي بالك يا برج الدلو، عامة انت مش هتاخد الخطوة ناحيته، هو اللي هياخد الخطوة ناحيتك. على فكرة ممكن كمان الرموز دي تكون عكسية، يعني ممكن انت تكون رجل برج الدلو وده اللي بيحصل منك، انت اللي معاك طرف تالت، وانت اللي عندك من اهلك شخص بيتدخل وهو اللي وقع ما بينكم. فخلي بالك، لو عايز ترجع للشريكة هيبقى في لقاء ما بينكم، وهيبقى في قعدة ما بينكم، وهيبقى في مجادلة ما بينكم، وعتاب ما بينكم، وهتحط لك النقط على الحروف بتنطبق يعني على الرجل والمرأة منكم. بسم الله. خلي بالك من نفسك عشان ممكن يجيلك برد كمان الفترة دي، في رشح. في شخص كمان ممكن هيتعب عندك في قلب البيت على فكرة. مش عارفة، انت عندكم اسم حبيبة، وفي عبده، وفي نور، وفي نون كتير، في محمد وفي احمد. دي اشخاص في قلب حياتك عامة بيخشوا بيتك على فكرة، ماشي؟ بالنسبة بقى للمتجوزين، انا شايفاكم الفترة دي، مش انا قلت لك في الاول انت مدي ظهرك لحد وفي حد مدي ظهرك ليك، وفي اولاد. بصوا في اولاد يعني في وسطكم. فمن الواضح اللي انا شايفاه ده بينطبق على المتجوزين، انت وشريكك مدين ظهركم لبعض الفترة دي. انت في عزلة بعيدة عن الشريك الفترة دي، شايفاك مخنوق قوي قوي من الواضح كده، وشايفاك كمان ممكن تكون عصبي الفترة دي يا برج الدلو. والعصبية اللي ماسكاك دي بسبب ان شريكك بيتعامل معاك بطريقة مش كويسة. يعني هو كمان عصبي، هو كمان بيتعصب عليك، بس انت العصبية اللي ماسكاك دي عصبية داخلية، انت مش بتمارسها معاه، بالعكس هو اللي ممكن يكون بيمارس معاك العصبية دي. على العموم انا شايفة ان شريكك في طرف تالت بيزن على ودانه، ومن الواضح ان هو ودني قوي لاهله وبيسمع لكلمتهم. فشريكك بيسمع كلام مش كويس، حد بيحركه ناحيتك، حد بيقوله يعني في العلاقة يعمل ايه معاك. فعلى العموم خلي بالك، انت حاول ان انت تهدى عشان تعرف ان انت يعني ايه، يعني تخلي بالك تستحوذ يعني على شريكك، وتبقى انت الكفة الربحانة اكتر من الطرف الثالث اللي هو بيسمع له ده، ماشي؟ فخلي بالك عشان ما يحصلش مشاكل مع شريكك. كمان حاول ان انت تهدى
وانا شايفاك انت بتراقب الشريك، مش عارفة ليه، ممكن تكون شاكك ان في طرف تالت كمان، ده غير الطرف اللي من الاهل اللي عامل لكم مشاكل، ده اللي عمال يسمم في ودان شريكك. فمش عارفة، انت شكلك كده يعني مفيش استقرار عندك الفترة دي مع الشريك بالنسبة للمتجوزين. بس بالرغم من كده انا شايفاك انت بتحاول برضو تعمل استقرار لبيتك، وبتحاول بقى يعني ما تخليش فيه مشاكل، يعني بتحاول تكبر انت يا برج الدلو. انا شايفاك عامة انت بتكبر، وشايفاك بتلبي طلبات بيتك سواء رجل او مرأة، مش مقصر ناحية بيتك ولا ناحية شريكك ولا ناحية ولادك عامة. فمكمل عشان انت عليك حمل ومسؤولية ومضغوط، وده عليك فلازم تعمل اللي عليك. بس انت من ناحية شريكك في توتر، انتم الاتنين متوترين مع بعض زي ما قلت لكم، بسبب اشخاص هي اللي بتوقع ما بينكم، او بتخلي في مشاكل بتحصل ما بينكم. شريكك بيستفزك الفترة دي، انت بتستفزه الفترة دي، انتم عامة المعاملة ما بينكم بالمثل، بتعاملوا بعض بالمثل. خلي بالكم من المشاكل، ماشي؟ وعامة يعني لو حتى في مشاكل، المشاكل دي هتنتهي على خير، وبإذن الله بإذن الله الطرف الثالث هيخرج بره حياتكم، وبإذن الله هيكون عندكم صلح، ومش هتدوا ظهركم لبعض كده تاني بإذن الله. يعني لما اجي اشوف لكم الفنجان هيكون بإذن الله الوضع ده مش موجود. خلي بالك من نفسك يا برج الدلو، فنجانك حلو وجميل، يا رب يكون بينطبق عليكم كلكم، ومع ألف سلامة.